لو عايزة أكلة صحية، لو عايزة خضار صحي جدا من غير أي دهون ولا زيوت، يبقى لازم تشوفي الوصفة بتاعتنا النهاردة. هنعمل مع بعض أحلى ورقة فراخ بالخضار بطريقة سهلة جدا، والنتيجة هتطلع تحفة وهتنبهروا بالنتيجة بجد، والطعم ايه جنان. يلا بينا ندخل على الوصفة بتاعتنا ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. أول حاجة هنجهزها مع بعض هي التتبيلة. معايا معلقة كبيرة من الصلصة، معلقة كبيرة عسل نحل، معايا ملح، فلفل اسود، 7 بهارات، بابريكا، بصل بودر، وحبهان مطحون. كل حاجة من التوابل نص معلقة، والحبهان ربع معلقة، والملح طبعا هتظبطيه. بعد كده هبدأ ان انا اقلب الملح مع التوابل كلها مع بعضها، هقلبهم كويس لحد ما يتخلطوا معايا. ريحة التوابل بقى وهي بتتقلب طالعة تحفة. تمام، هبدأ بقى اللي انا اجيب بولتين علشان اقسم التوابل دي على 2. تمام، هقسم هنا نص التتبيلة وهنا النص التاني، وهنشوف مع بعض انا بقسمهم ليه بعد شوية. تمام، انا كده بعد ما قسمتهم هنبدأ بقى نقسم الصلصة والعسل برضو. هحط هنا نص الصلصة وهنا النص التاني. مفيش بقى ولا زيت ولا سمنة ولا اي حاجة في الوصفة بتاعتنا النهاردة، هي بس احنا هنستكفى بالدهون اللي هي هتنزل من الفراخ اللي احنا هنعملها. تمام، بعد كده هبدأ انزل بقى بكمية العسل، هقسمها برضو على 2. انا كان ممكن برضو اللي انا اعمل التوابل كلها على بعضها زي ما قلبناها في الاول، واحط كمية الصلصة والعسل وبعدين اقوم اسميها، بس انا فضلت اللي انا اقسمها كده احسن، واخد كل نص لوحده من البداية يعني. فممكن تعمليها كده او كده مش هتفرق. بعد كده بقى هبدأ اللي انا اقلب التتبيلة بتاعتي مع بعضها. طبعا العسل هيدي تست حلو قوي للوصفة بتاعتنا، وبيدي بقى ايه لون حلو كمان للفراخ. تمام، قلبت كده البولتين. عايزه اقول لكم بجد ما حطيت كمان الصلصه والعسل على التتبيله طعمها تحفه. قسمت بقى التتبيله ليه؟ علشان احط نصها على الفراخ والنص التاني على الخضار، علشان اضمن ان الفراخ كلها متبله كويس، وكمان الخضار يبقى واخد نفس التطعيمه بتاعه تتبيله الفراخ. خلاص، انا عامله الوصفه بتاعت النهارده بوراك فراخ، انتي ممكن تعمليها بفرخه كامله، وممكن كمان بدبابيس بس، وممكن شرايح من صدور الفراخ بس تبقى متحمله شويه ما تبقاش رقيقه. يعني المتوفر عندك اعملي بيه واللي انتي حباه. مسكت بقى كده قطعه قطعه كده من الوراك، وبدات اللي انا اتبلها كويس من كل جنب. زي ما انتوا شايفين قسمت التتبيله على الوراك، كل ورك كده حطيت عليه شويه من التتبيله، وبدات اللي انا ادعكها كويس جدا بايدي. شايفين بقى لون التتبيله عامل ازاي في الفراخ؟ تحفه بجد. هخلص بقى بقيه الورك اللي فاضل، وبعدين نرجع نشوف هنعمل ايه. خلصت زي ما انتوا شايفين. هبدأ بقى اللي انا اجيب الصينية اللي انا هشتغل فيها. طبعا اي صينية متوفرة عندك هتعملي فيها. هجيب ورق ألمونيوم، هحطها كده في الصينية واظبطها كويس، ولازم تبقى الورقة خارجة بره الصينية علشان هنقفل في الاخر بيها. تمام، هحط واحدة كده واحط واحدة كمان عكسها، يعني واحدة بالطول وواحدة بالعرض بالشكل ده. ظبطي كويس وانتي بتحطي. ما ينفعش اللي احنا بقى نحط على ورق الألمونيوم كده على طول علشان خطر في الأكل، فلازم هنحط ورق زبدة. فأنا حطيت كده ورقة زبدة، هحط برضو ورقتين، ورقة بالطول وورقة بالعرض. الأفضل يعني اللي انت تحطي ورق زبدة علشان صحتك طبعا وصحة ولادك.
بعد كده معايا من الخضار بطاطس وكوسة، فاصوليا خضراء، طماطم متقطعة هي زي ما انتوا شايفين، وقرنين فلفل حامي مقطعوهم برضو قطع كبيرة، ومعايا بصل مقطعه يعني. وكل التقطيعات بتبقى كبيرة علشان تستحمل التسوية وما تتهريش منك، وتفضل كده الواحدة بوحدتها. تمام. اي خضار عندك متوفر حطي منه، ممكن تحطي بروكلي كمان، بسلة، وهحط جزر دلوقتي بس نسيت احطه مع الخضار فهحطه معاكم دلوقتي. تمام. بعد كده بقيت بقى التتبيله اللي احنا كنا قاسمينها بدأت اللي انا انزلها على الخضار، وهمسكهم بقى كده بايدي واقلبهم كلهم في بعض لحد ما الخضار كله يتبل بالتتبيله دي. شايفين؟ قلت لكم هحط جزر، كنت نسيت احطه مع الخضار في الاول. حطيته برضو كده، قطعته شرايح، بس الجزر ما تقطعوش تخين قوي لان هياخد تسوية اكتر من الخضار. تمام. ممكن تعمليه ببطاطس وبصل بس، ممكن لو انت ما بتحبيش اي نوع من الخضار اللي احنا حاطينه ده ما تحطوهوش، استغني عنه، فاللي انت حباه والمتوفر عندك اعمليه. شايفين بقى الالوانات بتاعه الخضار؟ تحفة. زي ما قلت لكم الوصفة بتاعتنا النهاردة وصفة صحية جدا. قلبتهم بقى كويس والتتبيله دخلت في الخضار كله، فردتها بقى في الصينيه كده. هبدأ بقى اللي انا اجيب قطع الفراخ واحطها عليها، وممكن تعمليها على طول وما تسيبيهاش اللي هي تتركن في التتبيله، يعني ممكن تشتغلي فيها كده وتدخليها الفرن على طول. عايزه تسيبي الفراخ في التتبيله شويه، ساعه على الاقل، سيبيها مفيش مشكله. بعد بقى ما حطيت زي ما انتوا شايفين، ولا حطيت زيت ولا سمنه ولا اي حاجه، هي الدهون اللي هتنزل من الفراخ وبس، مش اكتر من كده. هغلف بقى كده واقفل عليها كويس جدا. اهم حاجة اللي انتي تكمري الصينية دي كويس علشان تستوي كويس، لان البخار اللي هيطلع هو اللي هيسويها. انا ولا حطيت برضو مية ولا اي حاجة، مفيش مية خالص، هو الخضار والفراخ هينزلوا المية بتاعتهم وهيسووها بنفسها، وهتشوفوا النتيجة في الاخر، ولا هتلزق منك ولا اي حاجة، ما تخافيش خالص. قفلت عليها بالورق الزبدة الاول وبعدين بورق الالومنيوم بالشكل ده، اتقفلت من كل جنب كويس جدا. هدخلها بقى الفرن، احطها على الصاجة من تحت على درجة حرارة عالية لمدة ربع ساعة في الاول على ما تسخن كده كلها مع بعضها، وبعدين هرفعها على الشبكة. هتقعد حوالي ساعة ونص كده وهتكون استوت وزي الفل. بعد بقى ما عدى الساعة ونص بدأت اللي انا اطلعها واشوفها معاكم كده ايه الاخبار، واستوت ولا لا، هنشوفها مع بعض. بس خدي بالك وانت بتفتحي، لان البخار ده بيبقى صعب جدا، لا قدر الله ممكن يحرقك. شايفين بقى الخضار شكله مستوي وزي الفل، والفراخ كمان مستوية اهيت باينة خالص، بس البخار مش مبين قوي في الكاميرا. تمام. سخنة جدا. هبدأ بقى اللي انا ألم كده الورق بتاعها، ورق الألمونيوم، وألمه كويس، وبعدين هدخلها على الشبكة تاني تحت الشواية تاخد لون حلو، وبعد كده نطلعها زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما طلعت واخدة لون زي الفل، تقدري اللي انتي تعمليها مع رز أبيض أو رز بشعرية، أو ممكن كمان تعملي رز معمر، هتبقى تحفة. عايزاكم تجربوا الوصفة بتاعتنا، وصفة صحية جدا، ولو انت بتعملي دايت هتنفع معاكي جدا. يا رب تكون عجبتكم.